اسمعوا آخر آية نزلت على رسولكم، تأملوها وتخيلوا أن هذه اللحظة هي آخر لحظات حياتكم وأعماركم. نزل عليه وختم القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأخذ النبي يفكر وهو جالس يتذكر يوم قالت قريش عنه مذمما، ويتذكر يوم طردوه من بلده، ويتذكر يوم أحد يوم قتل حمزة وقتل 70 من أولئك المؤمنون، يتذكر يوم اتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، يتذكر أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، وأصوات الناس ترتفع بالبكاء خائفون على رسول الله. فقال: ما هذا الصوت؟ قالت: صوت الناس في المسجد يخافون عليك. قال: صبوا علي ماء، وصبوا عليه 7 قرب من شدة الألم والمرض، وحملوه إلى المنبر، فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم، وسكت الناس وكشف عن وجهه، فإذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف، وقال: يا أيها الناس، بلغني أنكم خائفون علي. أيها الناس، موعدي معكم ليس هنا في الدنيا، إنما موعدكم معي عند الحوض. والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم، وأن تهلككم كما أهلكتهم. وإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله، فاختار الرفيق الأعلى،